يعتبر معمل البطاطا أو الشيبس في ناحية ديريك من المعامل التي كانت لها البصمة في ازدهار المنطقة وتجاوز السياسات التي كانت تمارس في الجزيرة السورية من قبل النظام البعثي. مارس النظام البعثي سياساته الشوفينية في منطقة الجزيرة من خلال منع افتتاح معامل ومصانع وتدني الخدمات لعدم تطورها. ولكن بعد انطلاق ثورة شمال وشرق سوريا وتحريرها من النظام البعثي، أخذها لمناطق الشمال وشرق سوريا بالتحرير والتطرق إلى إنشاء معامل ومصانع في كافة المجالات، والتي قامت الإدارة الذاتية في دعمهم وتقديم التسهيلات لهم. وكانت من ضمن تلك المعامل والمصانع معمل البطاطا أو الشيبس في ناحية ديريك التابعة لمقاطعة قامشلو، والتي بدأت أول تصدير منتوجاتها في عام 2016. وكانت منتوجات المعمل من الشيبس ضمن إطار محدود في تغطية سوق ديريك، ولكن مع مرور الزمن أصبحت تقوم بتصديرها لكافة مدن شمال وشرق سوريا. وبخصوص العمل في المعمل تحدثت الإدارية لإذاعتنا. اسمي نرمين محمد حمدان، محاسبة معمل البطاطا. نحن هون معمل البطاطا للشيبس، صار لنا شي 6 سنين نحن شغالين، وعم نوزع لروج افان. اول شيء بدايه كانت لروج افان، بعدين بلشنا نبعث للمنبج، للطبقه، للكوباني. وهون نحن شغلنا، نحن 12 بنت، وعندنا 2 شباب كمان هن يشتغلوا عند الخط، وفي عندنا 2 موزعين كمان ياخذوا البضاعه ويوزعوها هن على المحلات. ونحن هون كثير مبسوطين الحمد لله. بداية كان في عنا شوية إنه هيك مشاكل، شوية صعوبات، شوي تأقلمنا مع الشغل، والحمد لله نحن كثير مرتاحين ومبسوطين. وفي عنا كمان بنات هون مع بعض كلنا مرتاحين. صرنا باليوم عم نطالع تقريبا أكثر من 700-800 كيس، وأحيانا يوصل ل1000 كمان. واغلب الايام كمان في عنا نشتغل اضافي كمان مشان يكون في عنا طلبيات مثل الطبقه للمنبج ولل هالمناطق.